dos, tres, a la Madrid. كريم حافظ مصطفى بنزيما. قصة كريم مع كرة القدم بدأت سنة 1995 مع نادي برون في إحدى ضواحي مدينة ليون الفرنسية، وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث أعجب به كشافو نادي ليون ليتم ضمه لأكاديمية النادي سنة 1996 وهو في 9 من عمره، ليستمر في فئة الشباب لغاية سنة 2005 ليبدأ مسيرته الاحترافية مع النادي. ويبدأ كريم كذلك بنثر سحره الكروي، محرزا مع النادي 3 ألقاب للدوري الفرنسي، ولو أنه ساهم فيهما بشكل متقطع. وفي عام 2008 حصل كريم على جائزة أفضل لاعب فرنسي من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين، وتوج كذلك مع النادي بكأس فرنسا، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي. وفي 9 من شهر يوليو من سنة 2009 انتقل كريم لنادي ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها حينها 35 مليون يورو، وتم تقديمه للجماهير في اليوم ذاته. Un, dos, tres, a la Madrid. يبدأ كريم رحلة الكفاح من أجل مكانة أساسية في ناد يزخر بالنجوم والأساطير، يتقدمهم قلب هجومه حينها الإسباني راؤول غونزاليز، لتبدأ رحلة أسطورة فرنسية مع النادي الأبيض استمرت ل14 عاما. وبالعودة لبداية كريم مع الريال، فقد شارك كريم لأول مرة مع الريال في الدوري الإسباني في 29 من شهر أغسطس أمام ديبورتيفو لا كورونيا، وسجل أول هدفا رسميا له مع النادي أمام نادي خريف. وقبل بداية موسم 2010-2011 ارتدى كريم الرقم 9 في النادي الملكي، لتبدأ رحلة نجوميته الحقيقية. وخاض كريم مع النادي 647 مباراة، سجل خلالها 354 هدفا، وهو ثاني هدافي النادي عبر التاريخ بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. بالإضافة لذلك يعتبر اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ النادي برصيد 165 تمريرة حاسمة. وعلى صعيد الألقاب توج كريم مع النادي الملكي ب25 لقبا، من بينها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و5 آخرون لكأس العالم للأندية، و4 لكأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب للدوري المحلي، و3 لكأس ملك إسبانيا، و4 لكأس السوبر الإسباني، بالإضافة لفوزه بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية العام الماضي. وفي يوم وداعه الأخير قال كريم التالي: من الصعب جدا الحديث في هكذا لحظة. أود أن أعبر عن امتناني لريال مدريد وزملائي. لقد كانت رحلة جميلة للغاية. كنت محظوظا لأعيش حلمي وأحققه. شكرا جزيلا للرئيس الذي آمن بي حين كنت لا أزال شابا في 21 من عمري. حين رأيتك أول مرة قلت لنفسي: هذا الرجل الذي جلب زيزو ورونالدو وهو يريدني الآن. في النادي الأفضل في العالم وفي التاريخ. أعتقد أن وقتي قد انتهى هنا، وحان الوقت لخوض تجربة جديدة، ولكن ما حققته هنا سيجعلني فخورا للأبد، وهذه الرحلة ستبقى هي الأهم في كل حياتي. 1 2 3 هلا مدريد. قلتها أول مرة وسأقولها الآن. 1 2 هلا مدريد. إذن كريم يرحل اليوم، ولسان حال كل مدريدي يقول: شكرا جزيلا كريم، لن أنساك أبدا، وداعا. وأنا في الختام أقول كذلك: وداعا كريم.